ايه يا نادر؟ فاكر يا عادل بيه لما قلت لك لما توصل للحقيقة ساعتها بس هنقعد ونتكلم؟ طبعا طبعا فاكر. الانتقام أن تعض الكلب لأن الكلب عضك. انت اللي كاتب الجملة دي يا نادر؟ دي حكمة قريتها زمان وانا عيل صغير. حكمة جميلة. افتكر سعادتك انا ما فكرتش اقتل الستات دول، بالعكس انا ياما فكرت اموتهم مش في غدير. يا ترى الحكمة دي هي اللي منعتك؟ الحكمة دي كانت بتفكرني وبس. فكرك بإيه؟ بتفكرني ان لو بقيت مجرم زيهم هخسر اهم حاجة في حياتي، حب حنين. حب حنين؟ حنين حبة نادر الطيب الشهم الجدع. مشكلتي كانت ازاي اجيب لها حقها من غير ما اخسر الصورة اللي هي حبتني عشانها. وازاي بس يا مدام عزة ما تقوليش ان عندك سكر ولازم تاخدي انسولين في مواعيد معينة؟ كنت خايفة، أنا لسه خايفة إنك تقتلني. ده أنا أغلب من الغلب. وبعدين هو أنا لو كنت ناوي أقتلكم كنت سبتكم لغاية دلوقتي؟ عموما ما تقلقيش، أنا جبت لك حقن وسبتها في التلاجة، وإن شاء الله قبل ما تخلص هكون جبت لك غيرها. وبعدين أنا مش عايزك تخافي، أنت معاكي هنا دكتورة قد الدنيا، يعني لو احتجتي أي حاجة تقولي لها على طول. ولا ايه دكتور عبير؟ كنتش عايز ابقى مجرم زيهم. بس للأسف يا نادر اللي انت عملته ده في نظر القانون جريمة. انا حاولت افضل بني ادم على قد ما قدرت. الستات دول كانوا عايشين هنا اكرم عيشة ممكن اوفرها لهم في مكان زي ده. واوعى سيادتك تكون فاكر ان ما كانش عندي احساس بالذنب عشان عملت فيهم كده، بس للأسف ما كانش عندي حل تاني عشان أجبركم تدوروا على الحقيقة وتوصلوا لها. أنا عارف إنه صعب عليكي تصدقي الكلام اللي حكيتهولك. صدقيني يا رشا، باباكي ومامتك مجرمين. أنت اللي مجرم، وجبتني رميتني في المزبلة دي علشان خاطر شوية أوهام في دماغك. أنا مقدر موقفك، بس والله العظيم اللي قلتهولك ده حصل، وعندي عليه بدل الدليل 10. طب وما دام انت عندك ادله ليه ما بلغتش البوليس؟ هيحصل بس في الوقت المناسب، وساعتها هتروحي بيتك معززه مكرمه. انا عارف اني مالك الذنب في كل اللي بيحصل ده، بس والله يا حبيبتي غصب عني، مفيش قدامي حل تاني. عموما المكان هنا هتلاقي فيه كل اللي انت عايزاه، والاستاذ شاكر موجود هيجيب لك اي حاجه انت تطلبيها منه. ومعلش انا اسف، يعني هقفل عليكي الباب بس عشان ما تهربش. لا محترم قوي بصراحه. التلاجة هنا فيها ميه وعصير واكل، وانا اشتريت لك شويه هدوم كده عشان ما ينفعش تفضلي قاعده باللبس ده فتره طويله. جبت لك مقاسك كده يعني بالتقريب، يا رب يعجبك. عشان خاطري ما تخافيش.